هل سمعت يوما عن عشبة تلقب بالشجرة المعجزة؟ عشبة قادرة على تقوية المناعة وتحسين الصحة وحتى محاربة التعب والإرهاق. إنها المورينغا، كنز طبيعي حقيقي، لكن الكثيرين يجهلون فوائدها، بل وقد يستخدمونها بشكل خاطئ. في هذا الفيديو إن شاء الله سنأخذك في رحلة عميقة لاستكشاف أسرار هذه العشبة المذهلة، فوائدها وأضرارها، وكذلك طريقة استخدامها الصحيحة. تابعوا معي الفيديو. المورينغا هي شجرة تنمو في مناطق مختلفة من العالم، خاصة في آسيا وإفريقيا، وتستخدم منذ آلاف السنين في الطب التقليدي. لكن ما الذي يجعل هذه العشبة مميزة إلى هذا الحد؟ أولاً، المورينغا غنية جداً بالعناصر الغذائية، تحتوي على فيتامينات مثل فيتامين A والسي وأ، بالإضافة إلى معادن مهمة كالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد، وهذا ما يجعلها خياراً مثالياً لدعم الجسم بشكل طبيعي. ومن أهم فوائد المورينغا أنها تساعد على تقوية جهاز المناعة، فهي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض. كما أنها مفيدة جدا لمرضى السكري، حيث تساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم. لكن هنا يجب الانتباه، لا يجب استخدامها دون استشارة الطبيب، خاصة إذا كنت تتناول أدوية من قبل الطبيب. المورينغا أيضا تساعد على تحسين الهضم، فهي تحتوي على ألياف طبيعية تساهم في تنظيم حركة الأمعاء والتخلص من مشاكل الإمساك. ومن الفوائد المهمة كذلك أنها تعزز الطاقة والنشاط. كثير من الأشخاص يشعرون بتحسن كبير في مستوى الطاقة لديهم بعد استخدامها، خاصة في الصباح. السؤال الذي يطرح نفسه: هل المورينغا آمنة للجميع؟ رغم فوائدها الكثيرة، إلا أن استخدامها بشكل مفرط قد يسبب بعض الأمراض، مثل اضطرابات المعدة أو انخفاض ضغط الدم بشكل كبير. كما ينصح النساء الحوامل بتجنبها لأنها قد تؤثر على الحمل. أما بالنسبة لطريقة الاستخدام، فالمورينغا تتوفر على بعض الأشكال: مسحوق أو كبسولات أو حتى أوراق مجففة تشرب كالشاي، مثل الموضح في الفيديو. أفضل طريقة هي تناولها باعتدال، مثل ملعقة صغيرة يوميا من المسحوق أو كوب من شاي المورينغا. والمهم دائما أتكلم عن الجودة، احرص على شراء المورينغا من مصدر موثوق، لأن المنتوجات المغشوشة قد تفقد فوائدها. وفي ختام هذا الفيديو يبقى السؤال الحقيقي، ليس هل المورينغا مفيدة، بل هل نحن مستعدون لنغير أسلوب حياتنا ونعتني بصحتنا بالوعي؟ المورينغا ليس مجرد عشبة تضاف إلى كوب شاي، وليست وصفة سحرية تنهي كل المشاكل بين ليلة وضحاها، بل هي تذكير بسيط بأن الطبيعة ما زالت تمنحنا فرصا لنعيش بشكل أفضل. كم من مرة أهملنا صحتنا، وكم من مرة قلنا لا بأس، ونحن نعلم أن أجسادنا تحتاج اهتماما أكبر. الحقيقة التي لا نحب مواجهتها أننا أحيانا نكون السبب في تعبنا وفي ضعفنا وفي فقدان طاقتنا. لكن الجميل في الأمر أن البداية لا تحتاج معجزة، تحتاج فقط إلى قرار أن تهتم بنفسك، أن تختار ما يفيدك، أن تمنح جسدك ما يستحق من عناية واهتمام. المورينغا قد تكون خطوة صغيرة،
لكن الخطوات الصغيرة عندما تستمر تصنع فرقا كبيرا. لا تجعل هذا الفيديو مجرد معلومة عابرة، بل اجعله بداية تغير حقيقي في حياتك. ابدأ اليوم ولو بشيء بسيط، كوب شاي صحي، نظام غذائي أفضل، أو حتى قرار بالابتعاد عن العادات التي تضر بصحتك. وتذكر دائما أن صحتك هي رأس مالك الحقيقي، إن ضاعت صعب تعويضها. وفي النهاية أشكرك من القلب على وقتكم وثقتكم ووجودكم هنا، يعني أنك تهتم بنفسك، وهذا في حد ذاته خطوة عظيمة. لا تنسي دعمي بالإعجاب والاشتراك في القناة، طبعا قناة وردة الحب، وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من محتوى مفيد وهادف. وإذا كان لديك أي تجربة مع المورينجا أو أي سؤال، اكتبه لي في التعليقات، وسأكون سعيدة جدا بالتفاعل معكم وأتواصل معكم عبر التعليقات. إلى هنا نلتقي في فيديو جديد. اعتني بنفسك وكن دائما أقرب إلى كل ما يمنحك حياة أفضل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى فيديو جديد إن شاء الله.